الكيكة الباكية أو الكيكة التركية أغليان كيك كتجي بنينة مسقية ومشكلطة بصوص خطيرة. متأكدة غادي تعجبكم. وإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش تخلوا لنا لايك، اشتركوا معنا في القناة، شاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة، وندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبقول بسم الله وعلى بركة الله. في واحد البول غادي نحتاج البيضة بدرجة حرارة الغرفة، قبصة ديال الملح، كيس من السكر المنسم بالفاني، و100 غرام من السكر الخشن ما يعادل كأس إلا ربع. غادي نطربهم بالطراب الكهربائي حتى كيذوب لينا السكر الخشن وكيضاعف لينا الحجم ديال البيض وكيولي لنا اللون ديالو ابيض. من بعد كنضيف ليه 80 غرام ديال الزيت ما يعادل نصف كاس، وكنضيفو غير شويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده، وانا كنخلط بالطراب. من بعد غادي نضيف ليهم 100 ملي من الحليب ما يعادل كاس الا ربع، وغادي نمزجهم مع بعضياتهم، وغادي نضيفو الدقيق. غادي نحتاج ل 100 غرام ديال الدقيق ما يعادل كاس دقيق يكون خاص بالحلويات، 20 غرام ديال الكاكاو ما يعادل 2 معالق كيكونوا ممسوحين، وكيس من خميرة الحلويات البيكينغ باودر ما يعادل 8 غرام. وكنخلط مزيان، وكنقسم يعني الكمية ديال الدقيق كنضيفها على دفعتين ولا 3 دفعات. وهذا هو القوام ديال الخليط. غادي نفرغو في المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي ندخلو يطيب كيف ما كنطيبو الكيك عادي على درجه حراره اللي كتكون منخفضه. وهنا من بعد ما طاب كنوريكم كيفاش كيجي هشيش ورطيطب. غادي نديمو ليه وغنحطو في صحن التقديم، وغادي ندير ليه واحد السيركل باش كيساعدني في التزيين من بعد ما ندير ليه الكريمه. فكنسقيه هنايا بواحد الكاس ديال الحليب، كنشبعو مزيان باش كيجيني بحال هكا الكيك مسقي ما كيجيش ناشف. غادي نحط الكيك على جنب حتى كيبرد ليا تماما، وغادي ندوز باش نحضر معكم الكريمه اللي غادي نحتاج ل 350 غرام من الكريمه السائله ما يعادل 2 ديال الكؤوس، 2 ديال بيرلي هذا الياغورت اللي كيكون مذاق الجبن. وغادي نطلع الكريمه بالضرب الكهربائي، وبطبيعه الحال الكريمه خاصها تكون بارده، وغادي ندوز باش نديرها فوق من الكيك. والكيك خاصو يكون بارد، يعني ماشي نخرجوا الكيك مباشره يكون باقي سخون ونديرو فوق منه الكريمه باش ما كذوبش لينا. من بعد كنليسي السطح ديال الكريمه باش كيجينا السطح بحال هكا مستوي. غادي نغطي عليه بواحد البلاستيك غذائي، وغادي ندخلو الثلاجه حتى كيبرد لنا وكيتماسك لنا مزيان. وغادي ندوز هنايا الشوكولاته اللي غادي نحتاج في التزيين. فخديت كميه من الشوكولاته البيضاء والسوداء وذوبتهم في حمام مائي، ودرتهم في واحد الصحن هكا حتى جمدوا شدوا في راسهم. وغادي ناخذ بحال هكا شي سيركل، وكنبقى كنجر هذيك الشوكولاته من الفوق، كنجرها باش كيعطيني هذا الشكل بحال هكايا رولي. كيجي الشكل ديالهم صراحه زوين. فدرت نفس الطريقه مع الشوكولاته البيضاء، وخديت كميه من الشوكولاته البيضاء والسوداء وخلطهم باش حصلت على الشوكولاته بالحليب. فهذا كنوع من التزيين ممكن ديروه، ممكن يعني تستغناو عليه، كيبقى لكم على حسب الاختيار. مهم كيعطيكم الشكل وحتى مذاق زوين. فانا خدمت هنايا بالشوكولاته من نوعيه جيده، وممكن تستعملوا اي نوعيه كتبغوها. غادي ندوزو هنايا باش نحضروا الكاناش. غادي ناخذ 120 غرام من الشوكولاته السوداء و120 غرام من الكريمه السائله. من بعد ما كنسخن الكريمه فرا كنضيفوها الشوكولاته من بعد ما كندوبوها في حمام مائي، وكنبقى كنخلط مزيان حتى كتنسجم ليا يعني الشوكولاته مع الكريمه السائله. وغادي نضيف ليها في الاخير واحد الملعقه ديال الزبده، وغادي نخلطهم مزيان مزيان. من بعد كنفرغهم فوق من الكيكه ديالي، وكنتاكد بان الكاناش ما يكونش يعني سخون بزاف باش ما يذوبش ليا الكريمه، وما كنكبوش نيشان. كندير واحد المعلقه بحال هكايا وكنكبو فوق منها باش ما كيتخلطش ليا الكاناش مع الكريمه وكيخسر لينا كيخسر لنا الديكور ديالها. من بعد غادي نزين هنايا بقطع ديال الشوكولاته اللي حضرت معكم قبل. فغادي ندير كل نوع من الشوكولاته كنديرها في المقابل ديال اختها.
فراه الفيديو الشرح راسو براسو. غادي نستمر بهاد الكيفيه هادي وغادي نديمو ليها وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ما كناخذ شويه ديال الكاناش اللي يعني كنخلي واحد شويه ديال الكاناش قبل وكنديرو في شي بوش اولا شي بلاستيك بحال هكايا وكنزين به كندير بحال هكا دميعات على جوانب الكيك كامل وغادي نفتحها معكم وغادي نوريكم كيفاش كتجي. صراحه كتجي الكيكه هشيشه بزاف، الكريمه لذيذه والاضافه ديال الشوكولاته صراحه رائعه. من كل طرف كتذوقوا يعني نوعيه من الشوكولاته مختلف لذيذه بزاف. غير جربوها على ضمانتي، انا متاكده بانكم غادي تعجبكم وغادي تولوا مدمنين عليها. فإلى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، اشتراك في القناه، شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء لتاعهم الفائده، وخلوا لنا كومنتير باش نعرفوا مدى الاعجاب ديالكم للفيديوهات ديالنا. وغادي نخليكم هنا وغادي نضرب لكم موعد ان شاء الله في نهار جديد وفي فيديو جديد وفي وصفه جديده. والسلام عليكم.